السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده، وكذلك عباره عن مشروع شوكولا بيرسوناليزي او شوكولا بريستيج اللي ممكن تحضروها لاي مناسبه كانت ولا تدوها كهديه. راح تحملكم وجهكم لانه بزاف بريزونطابل وبزاف بنينه. بالنسبه لطريقه التحضير، هنايا راح نقطع الشوكولا الى قطع صغيره، ونجيب زلافه اللي نحط فيها هاد الشوكولا، وهذيك الزلافه ما تكونش فيها قطره ولا صغيره تاع ما، يعني تكون ناشفه تماما. وفي نفس الوقت نكونوا دايرين الماء يغلي. دونك هنايا جبت هذا الطاوه وحطيت عليها الماء اللي كان حامي بزاف. وبالنسبه للماء نحاولوا ما نوصلوش حتى وين كي نحطوا هذيك الزلافه تاع الشوكولا، يعني يتلامسوا، ما تكونش كونتاكت بيناتهم باش الشوكولا هذيك تكون تحتها ما تنحرقليش. اذا كانت عندكم كونتيتي كبيره تاع شوكولا، يعني ابقاو كل دقيقه دقيقتين تحركوا هذيك الشوكولا. واذا كانت كميه قليله يعني راح تذوب لكم تمتم. دونك انايا خلطتها مليح باش نعرف بلي الشوكولا كاع دابت كما كنت لاحظوا، ونخليها تدفى، يعني ما نخدموش بها وهي حاميه. هنايا جبت هذا المول اللي راح نخدم فيه، راح ندير كميات لاباس بها ما نكثروش باش الشوكولا تاعنا ما تجيش الطبقه تاعها غليظه. وتوجور ديروا الشوكولا ما تكونش حاميه، يعني تكون دافيه باش في الاطراف هنايا في هذه المرحله ما تبقاش تهود لكم الشوكولا كي تكونوا طلعوا بها بالبانسو. فوالا هنايا راني نشكل في الشوكولا في المول تاعنا، وراح ندخلها الكونجيلاتور حوالي دقيقه او دقيقتين. هنايا بعد ما خرجتها راح نعاود ندير الطبقه الثانيه، لكن ندير فقط اضافات صغار بالبانسو، يعني نشوف البلايص اللي ما فيهم الشوكولا نضيف لهم كميه قليله. وراح نعاود نرجعها الكونجيلاتور حوالي تاني دقيقه او دقيقتين، يعني صا ديبون الكليمه اللي تكونوا فيها. المهم ما تخلوهاش بزاف تطول في الكونجيلاتور. فوالا هذه هي الطبقه الثانيه. هنايا سي بون راها واجده ونجمو نعمروها بلا فرص. بالنسبه للافرص، انا هنايا كانت عندي طلبيه بغاوها بالحشو تاع شوكولا دبي. دونك هنايا ديت كميه تاع كريمه البيستاش، وديت الكنافه، وزدت لها كميه من البيستاش اللي قطعتها فقط بالخدمي ما رحيتهاش. راح نخلطهم كامل مع بعضياتهم وراح نعمرهم في المول. اما بالنسبه للفرص يعني كاين عده وصفات، ممكن ديروا كراميل، شوكولا تارتيني، شوكولا نوازيت، ديروا بخاليني، ولا ديروا هذوك اللي فخوي، يعني تبقى عندكم الاختيار. فوالا هنايا راح نعمر لافارس نتاعي، وراح نضيف كميه قليله من الشوكولا من الفوقه، لكن كميه قليله ما تكثروش، يعني الطبقه ما تغلظوهاش. اما بالنسبه للتغليف تاع الشوكولا راح نخلي لكم طريقه بالتفصيل. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه تاعنا اليوم. اذا حبيتوا نضيفوا انواع اخرى من الامثله للمشاريع اللي ممكن تخدموها فقط في البيت، خلوا لي رايكم عليها في التعليقات. فوالا، تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، مع السلامه.